السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية. اليوم دا نسوي ثواب الوالدي، دا يجي ضيوف عندنا. هنا أنا تبلت دجاج أفخاذ عندي متبلة ودجاج كامل، تبلته لمدة 3 أيام. وهنا خليته بالصواني، تبلته مرة ثانية تتبيلة الشوي. صار عندي 3 صواني كبار مال الفرن، أتبل وأجهز حتى أدخلهم للفرن. هنا أنا دخلت صينية الأولى، صينية الأفخاذ جهز عندي، طلعتها من الفرن. خليت المجموعة الثانية كله صار عندي جاهز، فرغته بقدر كبير على مود أقدر أشيله يعني بالسيارة من الروح. وحضرت حشوة مال برياني، والدتي مجهزة التمن جاهز، أنا سويت بس الحشو حضرته. يعني التصوير ما مبين كلش. هنا أنا عندي رمانية، وهنا أنا سويت شوية هم شوندرية. تصوير مو كلش مبين، أنا طابخة يعني قدورة كلش كبار بس ما واضح بالتصوير. مقبلات، وأيضا سويت مقبلات خس وطماطة العفو وخيار. وهنا أنا جهز الدولمة قدورة كبار 3. همين جهزت قبل فترة الأشياء مالتها للدولمة، حفرت وثرمت وجهزت حتى رأسا أبلش بشغلي. هاي القدورة الكبار. أنا تعبت من وقفة المطبخ، جيت بالغرفة دا أشتغل. هاي سويت طبقة أولى الشجر والباذنجان والخيار، بعدين ضفت الفلفل كطبقة ثانية. سويت 3 قدور، هذا الكبير و2 صغار. هنا البصل، ضفت شوية باقلة عليها تضيف لها نكهة طيبة. هنا أنا خلصت لفيت السلق عفوا والطماطة. هاي خلص عندي القدر الأول. هسه سويت 2 أصغر شوية من عنده. هاي 2 سويت بعد. هنا حامض شلغم وبيكبه. هنا صبينا الوجبة الأولى من الأكل. هاي مقبلات الخس، وهنا الفجل، البصل، الدجاج، البرياني. سويت حلاوة شكليتية، هاي بيها جوز مكسر، مو عبالكم صاير بيها كتل تكتلات، لا جوز كسرته وضفته داخلها، صارت كلش طيبة. وهنا قدمت الحلويات ورا العشاء. هاي تمر حشيناه بالجوز ورشيت عليه الفستق الحلبي والراشي. وهنا حلاوة شكليتية، صارت كلش طيبة. أجهز الأكل ببيتي وبعدين آخذه لبيت أبويا، هناك يجون الضيوف سويناه على شكل وجبات. أتمنى لكم نهار سعيد أحبتي، دمتم في حفظ الرحمن، مع ألف سلامة.